يا ترى انت بتعاملي نفسك انك تستاهلي الاحترام، ولا بتتنازلي عشان تمشي الدنيا؟ بتوافقي على حاجات مش مريحة ليكي؟ بتسكتي علشان ما تكبريش الموضوع؟ بتبرري دايما للي بيزعلك؟ لو اجابتك يبقى الحلقة دي ليكي. اهلا بيكي صديقتي العزيزة في حلقة جديدة من بودكاست مساحة لنفسك. لو اول مرة بتسمعيني انا اسمي رانيا، والنهاردة الحلقة الرابعة من سلسلة ازاي تحبي نفسك. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن حاجة أعمق من الحب. هنتكلم النهاردة عن احترام النفس. في الثلاث حلقات اللي فاتوا اتكلمنا عن الوعي بالنفس، واتكلمنا عن الصوت الداخلي السلبي اللي دايما بيكلمك بشكل مش حلو عن نفسك، واتكلمنا في الحلقة الثالثة عن تقدير النفس. أنصحك ترجعي تتفرجي على الحلقات دي لأن هي حقيقي هتفرق معاكي كتير. وخلينا النهاردة نبدأ حلقتنا بسؤال بسيط جدا: هو انت ليه بتزعلي لو حد قلل منك، على الرغم ان انت بتسامحي نفسك لو انت قللتي من نفسك؟ الحقيقة ان في كتير مننا بيحس ان احترام النفس ده جملة صعبة وحاجة كبيرة قوي، وبيخلط دايما ما بين احترامه لنفسه وتقديره لنفسه. لكن الحقيقة اللي محدش هيقولك عليها ان احترام النفس بيجي من تصرفات صغيرة جدا ممكن تحصل في يومك. أبسطها إنك ما تسمحيش لأي حد إنه يقلل منك، ولو على سبيل الهزار، ولا حتى نفسك. ما تسمحيش إن تسمعي صوتك الداخلي اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل في الحلقة التانية إنه يقلل من نفسك ويخلي رأيك في نفسك دايما مهزوز. وخليني كده أقولك موقف بسيط ممكن يكون حصل معاكي أو حصل معنا كلنا تقريبا. لو انتي عندك واحدة صاحبتك دايما بتتفقوا مع بعض عشان تخرجوا سوا عشان تتبسطوا، وبتكونوا متفقين كده على ميعاد معين تتقابلوا فيه، بس للأسف دايما صاحبتك دي بتتأخر عليكي، وفي كل مرة بتعتذر وانتي بتسامحيها. ومرة بعد مرة بدأتي تحسي ان صاحبتك مش بتحترمك ولا ان انتي مهمة عندها، وبدأتي تقولي لنفسك خلاص معلش مش مشكلة، مش هكبر الموضوع. لحد ما جه عليكي يوم ووقفتي كده مع نفسك وسألتيها: هو أنا ليه بقبل بكده؟ تعالي بقى نشوف الموقف اللي ممكن يحصل لنا كلنا ده بنظرة تانية. لو انتي قررتي ان انتي تقولي لصاحبتك ان تأخيرها عليكي بيضايقك، وانه بيحسسك ان هي مش بتحترمك، وقلت لها ده بمنتهى الهدوء والبساطة، لا بخناق ولا بهجوم ولا بقسوة، ووضحت لها شعورك ان انتي بتتضايقي من تأخيرها، وبدأت صاحبتك فعلا ان هي تتقبل احساسك ده وتظبط مواعيدها وما تتأخرش عليكي تاني، كان هيبقى الموقف مختلف تماما. لا كنتي هتحسي ان هي مش بتحترمك، ولا كنتي هتحسي بالضيق في كل مرة بتستنيها فيها. بالعكس، رد بسيط جدا كنتي هتعمليه هيحسسك بلحظة من لحظات احترامك لنفسك. ولما صاحبتك هتستجيب ومش هتتأخر عليكي تاني، هتحسي بقد ايه هي بتحترمك. خليني اقولك ازاي تبدأي ان انتي تحترمي نفسك. في نوعين من الاحترام: انك تخلي الناس اللي حواليكي تحترمك، وفي احترامك انتي لنفسك. وخليني أوضح لك نقطة مهمة جدا: احترام النفس ملوش أي علاقة خالص بالمثالية. وتعالوا بقى لأهم جزء في الحلقة كله: إزاي أقدر إن أنا أوصل لدرجة احترام النفس، سواء احترامي النفسي وده الاحترام الداخلي، أو احترام اللي حواليا ليا وده الاحترام الخارجي. خلينا نكون متفقين إن انت لو بتحترمي نفسك فطبيعي اللي حواليكي هيحترموك، لأن ده هينعكس على تعاملك مع اللي حواليك. وعلشان تقدري تحققي الاحترام الداخلي لنفسك، أول حاجة اسمعي إحساسك وما تهمليش نفسك ومشاعرك. لو في حاجة ضايقتك ما تقنعيش نفسك إنها عادي. الإحساس اللي بيجيلنا ناحية أي تصرف أو أي كلام بنسمعه بيكون رسالة. لو في موقف حصل معاكي، اسألي نفسك: أنا مرتاحة ولا بستحمل عشان الدنيا تعدي؟ وإجابتك هي اللي هتحدد رد فعلك على الموقف. تاني خطوة هتعمليها: بطلي
تقبلي الحاجة اللي مش شبهك. مش كل حاجة تسكتي عليها، مش كل تصرف ينفع ان انت تعديه. ولو في حاجة مش مناسبة ليكي ولا شبهك، يبقى هي مش مناسبة ليكي وخلاص، بدون تفسير وبدون تبرير. تالت خطوة هتعمليها: وقفي جلد ذاتك. الطريقة اللي بتتكلمي بيها مع نفسك جزء مهم جدا من احترامك لنفسك وتقديرها. وكنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن تقدير النفس. أنصحك ترجعي تسمعي الحلقة دي، هسيبلك اللينك بتاعها في أول تعليق مثبت. بدل ما تقولي لنفسك أنا فاشلة، قولي أنا غلطت وهتعلم من غلطي. رابع خطوة هتعمليها: ادي لنفسك وقت واهتمام. مش لازم تبقي آخر واحدة في أولوياتك. ادي نفسك راحة، وقت تقعدي لوحدك، اعملي حاجة بتحبيها. دي مش رفاهية، ده شيء أساسي عشان تقدري إن انتي تعيشي حياتك صح وتحبي نفسك، وده هيخليكي تحبي اللي حواليكي. خامس خطوة هتعمليها: عبري عن نفسك ومشاعرك بوضوح، من غير خوف، من غير هجوم. قولي بمنتهى البساطة: الكلام ده أو التصرف ده بيضايقني، أنا مش مرتاحة. صوتك مهم جدا، لازم تتكلمي وما تكتميش مشاعرك. سادس خطوة هتعمليها: ما تربطيش قيمتك برأي حد. مش كل رأي بيكون حقيقي، في فرق بين حد بيقول رأيه وبين إنك تصدقيه. ولو انت صدقتيه هتبني عليه قيمتك واحترامك لنفسك، ومع الوقت هيتحول رأي اللي حواليكي فيكي لرأيك في نفسك، وهتشوفي نفسك بعيونهم مش بعينيكي انت. لو طبقتي الخطوات دي حقيقي هتقدري ان انت تاخدي خطوة كبيرة جدا في احترامك لنفسك، وده هينعكس على احترام اللي حواليكي ليكي. وعشان تخلي اللي حواليكي يحترموكي هتعملي خطوات بسيطة جدا. أول خطوة: اتعلمي تقولي لأ من غير ما تحسي بالذنب. وعشان تقدري ان انتي تنفذي ده، ابدأي ببساطة. لو في واحدة صاحبتك كلمتك وقالت لك تعالي نخرج النهاردة سوا وانتي فعلا تعبانة، تقدري بمنتهى السهولة والهدوء تقولي لها مش هقدر. في البداية هتحسي الكلمة تقيلة وصعبة عليكي، بس مع الوقت لما تلاقي صاحبتك قفلت وما زعلتش منك، هتحسي قد ايه ان انتي فعلا قدرتي تكسري الحاجز ده، وقدرتي ان انتي تقولي لأ. تقدري تقولي كمان ده مش مناسب ليا، خليني افكر. ده كله هيدي مساحة ليكي ان انتي تخلي اللي قدامك يحترمك. تاني خطوة ودي اهم خطوة بعد ما تقدري ان انتي تقولي لأ، ان انتي تحطي حدود صحية للي حواليكي. مش كل حاجة مسموح بيها، مش كل تصرف ينفع ان انتي تعديه. لازما تاخدي موقف وتحطي حد للي حواليكي. الحدود مش معناها ابدا انك هتبعدي عن الناس او ان انت تخسريهم، ولا كمان ان انت تبقي قاسية معهم. الحدود معناها احترامك لنفسك واحترام اللي حواليكي ليكي. وخليني اسألك سؤال صغير: هو انت ليه خايفة تحطي حدود للي حواليكي؟ عشان ما تخسريهمش ولا عشان ما تزعليش حد منك؟ خليني اكون صريحة معاكي واقولك بالعكس، لما تحطي حدود هتخلي اللي حواليكي يحترمك ويفكر في كل تصرف يتصرفوا معاكي قبل ما يعملوا. لو انتي نفسك حاطة حدود لنفسك مع اللي حواليكي وما بتتعديهاش، فاللي قدامك مش هيتعدى حدوده أبدا معاكي. ولو الشخص اللي قدامك فعلا بيحبك لشخصك، فهيحترم الحدود دي ومش هيبعد عنك ومش هتخسري. وده هياخدنا للخطوة التالتة: اختاري الناس اللي حواليكي. اختاري الناس اللي شبهك، الناس اللي تريحك. مش كل حد يستاهل طاقتك. لو في حد دايما بيقلل منك، أو مش بترتاحي في وجوده، أو مرهق في التعامل، يبقى الشخص ده الأفضل إنك تتجنبيه. وإن وجود الشخص دوت ضد احترامك لنفسك، لأنك هتضطري طول الوقت إنك تيجي على نفسك عشان تبقي موجودة معاه. الخطوة اللي بعد كده: ما تسمحيش لحد يحكم عليكي، ولا على أسلوبك ولا مظهرك ولا طريقة كلامك. ولو ده حصل فعلا،
ردي بمنتهى الهدوء والثقة. لما هحتاج رأيك أكيد هاجي وأسألك، وأنا مش محتاجة أسمع رأيك دلوقتي. خطوات كلها بسيطة، حقيقي لو نفذتيها هتحسي قد إيه إن حياتك كلها اتغيرت، وقد إيه تقدري إن انتي بالطريقة دي تعرفي الأشخاص اللي فعلا بتحبك لشخصك واللي بيحبوك المصلحة. طب هو أنا ليه بتعب نفسي وأعمل كل الخطوات دي؟ وليه لازم أصلا أحترم نفسي؟ تعالي أقولك. لما بتبدأي تحترمي نفسك طبعا أساسي هتحبي نفسك أكتر، وده هدفنا من السلسلة اللي احنا عاملينها، إزاي تحبي نفسك. تاني حاجة، هتحسي براحة نفسية كبيرة جدا، لأنك أولا مش هتبقي مضطرة إن انت تبرري ولا تفسري ردود أفعالك، ولا هتيجي على نفسك عشان خاطر حد. تالت خطوة، هتلاقي مساحة لنفسك، هتعملي فيها حاجة بتحبيها، هتقعدي فيها مع نفسك، هتحققي فيها هدف انت بتحلمي بيه. رابع حاجة، ثقتك في نفسك هتزيد وهتحسي بقيمتك. والخطوة بقى المهمة جدا، انك هتبطلي تندمي بعد كل موقف يحصل معاكي، لانك زي ما قلتلك لو حطيتي حدود اللي حواليكي هيفكروا في كل تصرف قبل ما يتصرفوا معاكي، وده مش هيخليهم يعملوا تصرفات تضايقك، فبالتالي تندمي على كل موقف ممكن يكون حصل معاكي. ومن أهم حاجة هتحسي بيها لما تحققي احترامك لنفسك، إنك هتختاري علاقات تلاقي نفسك فيها، علاقات تريحك، علاقات ترفعك لفوق، علاقات أهدى وأنظف وأقوى، علاقات مش مبنية على المصلحة. وأهم حاجة طبعا إن الناس هتحترمك وإنتي هتحسي بده. ورسالتي ليكي النهاردة، إنتي تستاهلي تحترمي زي ما تستاهلي إنك تتحبي، وأول حد لازم يحترمك هو إنتي. ابدأي بنفسك، كوني المصدر الأول والأساسي لاحترامك لنفسك. احترامك لنفسك هيفرق معاكي كتير جدا. في الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن خطوة مهمة جدا لحب نفسك، وهي القوة المرهقة لنفسك، واللي معناها ببساطة لما بتبقي عاملة نفسك قوية كده زيادة عن اللزوم وانتي تعبانة من جوه، وبتخفي تعبك ده طول الوقت ومش عايزة تسمعيه ولا تشوفيه. الحلقة دي هتكون مهمة جدا لأن كتير جدا من السيدات والبنات حقيقي محتاجين يسمعوها. ولو لسه مشفتش الحلقات اللي فاتت من السلسلة أنصحك ترجعي تشوفيها، هتفرق معاكي كتير جدا. ولو لسه مشفتش الحلقات اللي فاتت فأنصحك تشوفيها، لأنها هتفرق معاكي كتير جدا لو انتي حابة فعلا تحبي نفسك ومش عارفة تبدأي ازاي ولا تعملي ايه. أتمنى أكون استفدتي من حلقة النهاردة وتكون حقيقي فرقت معاكي. ما تنسيش تشاركيها مع حد ممكن يكون محتاج يسمعها ويتعلم ازاي يحط حدود صحية بينه وبين اللي حواليه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وافتكري دايما خدي بالك من نفسك واديها مساحتها.